إلا خرجتي في الليل والظلام ضارب وسمعتي شي مرا كتناديك باسمك بصوت حنين كيشبه لصوت لشي حد كتعرفو، ياسين ما تجاوبش أو ما تدورش وراك، حيت يقدر ما تكونش بنادم، يقدر تكون هي لالا عيشة مولات المرجع اللي كيراعد غير سميتها الركابي. عيشة قنديشة. الليل في المغرب عنده قصص ما كيتحكاوش في النهار. في بعض الدواوير والقرى القديمة كاينين ناس كيأكدوا أنهم شافوا مرأة غريبة كتبان في جوانب الواد أو حدا الساقية أو وسط طريق خاوية مع نص الليل. مرأة جميلة بشكل مخيف، لابسة الأبيض، شعرها طويل، ولكن المشكل ماشي في وجهها، المشكل كيبدا ملي كتهبط عينيك للأرض، حيت كيقولوا عيشة قنديشة ما عندهاش رجلين ديال البشر، عندها حوافر. ومن هنا بدات واحدة من أكثر الأساطير رعباً في الثقافة المغربية. ولكن شكون هي عيشة قنديشة فعلاً؟ في المغرب كل منطقة عندها اسم مختلف ليها، كاين اللي كيسميها لالا عيشة، وكاين مولات المرجة، وكاين حتى اللي كيعرفها بعيشة السودانية. لكن عيشة قنديشة ما كانتش مجرد قصة رعب، مع الوقت ولات جزء من التربية والخوف الجماعي. الأمهات كانوا كيخوفوا بها الدراري الصغار، ما تخرجش في الليل راه غادي تديك عيشة قنديشة. كان أي حادث كيوقع لهم كيتفسر باسم واحد، عيشة قنديشة. حتى حالة الجنون والاختفاء والناس اللي كيقولوا سمعوا أصوات غريبة في الخلا، كل شيء كان كيرجع ليها. ولكن السؤال الحقيقي هو واش المغاربة كانوا فعلا كيآمنوا بوجودها، ولا عيشة قنديشة كانت مجرد صورة صنعها المجتمع باش يفسر الخوف وكل الحوايج اللي ما لقاوش ليها تفسير. وربما هادشي كامل ماشي صدفة، حيت كلما تعمقنا في القصة كلما اكتشفنا أن عيشة قنديشة قد تكون أكثر من مجرد جنية، قد تكون ذكرى قديمة جدا بقات عايشة في العقل المغربي حتى اليوم. ولكن كاينه واحد القصة تاريخية هي اللي أقرب للصواب. في وسط الأساطير والخوف والحكايات الشعبية كاينه رواية أخرى أكثر غموضاً وأكثر رعباً من فكرة الجن نفسها. رواية كتقول أن قنديشة إنسانة حقيقية أصلاً ماشي اسم مغربي، بل جاء من كلمة كونتيسا أو كونديسا، واللي معناها بالبرتغالية الكونتيسا أو السيدة النبيلة. وهنا القصة كتبدا تتحول. خاصنا نرجعوا لواحد الفترة من تاريخ المغرب، القرن الخامس عشر والسادس عشر. في ذاك الوقت البرتغال وإسبانيا بداو كيحتلوا المدن الساحلية المغربية، مدن كاملة طاحت، أصيلة، أزمور، مازاغان والعرائش. السواحل المغربية كانت عامرة بالحروب. وفي وسط هاد الفوضى بدات كتظهر حكاية امرأة غامضة. كاين اللي كيقول كانت امرأة مغربية من الشمال، وكاين اللي كيقول كانت أندلسية جات من بعد سقوط الأندلس، وكاين حتى اللي قال كانت نبيلة برتغالية تمردات على الجيش البرتغالي. ولكن جميع الروايات كتجمع على حاجة واحدة، كانت جميلة بشكل استثنائي وذكية بشكل مخيف. كيقولوا البرتغاليين قتلوا راجلها أو عائلتها أو حتى قبيلتها كاملة، ومن بعد اختفت. ولكن بعد شهور بدا الجنود البرتغاليين كيموتوا بطرق غريبة قرب الغابات والسواحل، وحراس كيسمعوا صوت مرأة كتغني وسط الضباب. ومع الوقت بدات تنتشر إشاعة مرعبة وسط الجنود، كاينه مرأة كتغوي الرجال في الليل واللي كيمشي معها ما كيرجعش. كيقولوا كانت كتستعمل جمالها باش تستدرج الجنود بعيد على المعسكرات حتى كيوصلوا للغابة فين كيبانوا المقاومين المغاربة وكيتم قتلهم. يعني المرأة اللي تحولت اليوم إلى جنية ربما كانت مقاومة مغربية، مرأة استعملت الذكاء والجمال كسلاح ضد الاحتلال. ومع مرور السنين اختلط التاريخ بالخرافة، الكونتيسة ولات قنديسة، والمقاومة ولات جنية، والمرأة الحقيقية ولات أسطورة كتخوف الأطفال في الليل.
ولكن كاين حاجة غريبة كتوقع دائما في التاريخ. أي قصة فيها الخوف كتبدا صغيرة، ومن بعد الناس هما اللي كيكبروها. في الأول كانت مجرد إشاعات وسط الجنود البرتغاليين، امرأة غامضة كتبان في الليل قرب البحر أو وسط الغابة. لكن مع الوقت الخوف بدا كيبدل القصة. لكن مع الوقت الخوف بدا كيبدل القصة. كل جندي كان كيرجع بحكاية مختلفة، ومع كل رواية جديدة القصة كانت كتولي أكثر رعبا، حتى بداو الناس يضيفوا تفاصيل ما كيناش. وفي عالم الخوف التفاصيل الصغيرة كتكبر بسرعة، حيث الإنسان ملي كيخاف العقل ديالو كيبدا يكمل الفراغات بوحدو. ومع مرور السنوات ما بقاتش مجرد امرأة، ولات شيئا آخر، شيء أكبر من الإنسان، أسطورة. ولكن الغريب في القصة ديال عيشة قنديشة هو أنها ما بقاتش غير أسطورة ديال الخوف. مع مرور الوقت دخلات العالم أغرب بكثير، عالم الطقوس والحضرة وقناوة. حيث في المغرب كاين الناس كيخافوا من عيشة قنديشة، ولكن كاين حتى اللي كيغني ليها. أيه، كيغني ليها. وفي ليالي قناوة القديمة ملي كيهبط الليل وكيبدا صوت الهجهوج والقراقب كيدوروا في الصمت، كاين اسم واحد كيقدر يبدل الجو كامل: لا العيشة. وفي هذه اللحظة الحضرة ما كتبقاش مجرد موسيقى، كتولي شيئا آخر، طقس. كأن الموسيقى كتجر الناس لعالم آخر. وفي المعتقد الشعبي هذه الحالة كتسمى الجذبة، يعني الإنسان كيدخل في حالة روحية. والأغرب أن بزاف ديال الناس اللي حضروا هاد الطقوس كيقسموا أنهم كيحسوا بطاقة مختلفة ملي كيتغنى باسم للعيشة. وفي النهاية عيشة قنديشة كتبقى وحدة من أغرب وأقوى الأساطير في الفولكلور المغربي، أسطورة عاشت مئات السنين وبقات حاضرة حتى اليوم. كاين اللي كيقول شافها في الليل قرب الواد، في الطريق الخالية، أو حتى جنب المقبرة، وكاين اللي كيقسم أنها ماشي مجرد خيال. وفي المقابل كاين اللي كيعتقد أن عيشة قنديشة ما كانتش جنية أصلاً، بل امرأة حقيقية مقاومة شرسة ضد الاستعمار، تحولت مع الوقت إلى أسطورة مرعبة بسبب الخوف والحكايات الشعبية. وكاين حتى اللي كيشوف أن القصة كاملة مجرد خرافة من الخيال الشعبي المغربي. ولكن ربما السر الحقيقي ديال عيشة قنديشة ماشي واش كانت جنية أو إنسانة، بل كيفاش أسطورة وحدة قدرت تعيش داخل الذاكرة المغربية القرون كاملة، واليوم باقي الناس كيختلفوا عليها. شي كيخاف منها، شي كيغني ليها، وشي كيشوف فيها رمز غامض من تاريخ المغرب القديم. أما دابا جا الدور عليكم. بصراحة نتوما شنو كتعتقدوا؟ واش عيشة قنديشة كانت فعلا جنية، ولا مقاومة ذكية تحولت الأسطورة، ولا مجرد خرافة صنعها الخوف والخيال الشعبي؟ اكتبوا لي الرأي ديالكم في الكومنتات. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب وخليو كومنتير، ولا غنحرش عليكم عيشة قنديشة.